مرحبا. بفيديو اليوم عملت لكم خبز التورتيا، طريقة مضمونة 100%، من أول مرة رح ينجح معكي، وبمكونات كمان سهلة واقتصادية موفرة وموجودة بكل بيت. والشغل بالعجينة والتسوية جدا سهلين. شوفي كيف منحضره. بدنا كوبين من الطحين، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، نص معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة مليانة من زيت الزيتون وممكن تستخدمي زيت نباتي، وكمان معلقة كبيرة مليانة زبدة من درجة حرارة الغرفة، نص كوب من الحليب. حنخلطهم أول شي هيك بالمعلقة، وبعدين هيك لازم نفوت بإيدنا، وأول ما يتجانس الخليط حنصير نزود المي بالمعلقة، يعني كل شوي تحطي مثلا معلقتين 3. ما في مقدار معين لهي العجينة من المي، ما في مقدار معين، يعني بتضلك بتزودي لها بالتدريج لحد ما توصلي لقوام مطاطي. هي يعني ما تكون بتلزق كتير، لازم تكون بتلزق نقطة. تمام. هلأ بورجيكي كيف بصير القوام مطاطي. شوفوا كيف هيك. تمام. نقطة هيك عم تلزق بين ايدي. بوقتها بنزل العجينة على الرخامة وبصير بعجنها كتير منيح، يعني بتاخد مثلا من 5 ل10 دقايق، يعني ماكسيموم 10 دقايق بالعجن. وشوفوا مين معي بهالفيديو، الشيف يوسف أفندي، حاب يساعدني شوي أو يخرب لي الدنيا. وبعدين بنجيب علبة بنحط العجينة فيها وبنغطيها وبنريحها ساعة أو بتكون نص ساعة، مو مشكلة. بعدين بتطلعيها، شوفي كيف ما بتلزق، وبس تحطي أصابعك هيك بتدخل شوي عجينة طرية كتير. هلأ بقى بدنا نقسم هاي العجينة. لو بدك اياها تعمليها وصفة مثل كأنه التاكوس، تعمليها دوائر صغيرة. في ناس بتحب خبز التورتيا هيك على قد الخبز المشروح، يعني خبزة كبيرة. أنا حبيت إني أعملها وسط، يعني بين البينين. هيك قطعيها وعمليها دوائر وريحيها كمان شوي لبينما تخلصي كل الكمية. هلا بقى حطي شوية طحين هيك على الرخامة ورقية. أهم شي بهذا الخبز إنك انت تعملي كتير رقيق، كتير 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 رقيق، هيك حتى يشف هيك. تمام. وبعدين بتجيب المقلاية تبعيتك، ما بدنا عليها ولا زيت ولا سمنة ولا شي أبدا، هيك على الناشف. وكمان بنحط المقلاية على أصغر عين وعلى أوطى شي، ما بدنا النار قوية أبدا، يعني ما فيكي تحطيه على النار وتتركيه، لا أبدا. شايفين؟ بعدين شوفوا هيك هالبقابيق اللي عم تطلع، شايفين كيف يعني فورا أخد لون. تمام. ويكون في عندك بشكيرة على جنب تحطي فيه الخبز وتغطيه، كل وحدة لازم تغطيهم. لو ما غطيتيه رح تقسى الخبزة وما رح تنتنى معاكي هيك ورح تنشف، ما رح تكون حلوة. هاي الخطوة جدا أساسية. وشوفي كيف عم ينبرم معي مثل السندويشة، ما عم يكسر. فعلا كمان طعمته كتير كتير طيبة. وبعدين حطيه بالكيس. فيكي كمان لو زاد عندك شوية خبز حطيه بالفريزر، ما بيصير له شي. وجربوا هالطريقة ما بتندموا. باي باي.